السلام عليكم متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ كل عام وانتم بخير وصحة وعافية يا رب، ويجعلكم من حجاج بيت الله الحرام، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يعود عليكم الخير والبركة. ولو أنا جيتكم متأخرة بالمعايدة تعرفون إنه جاي فصل الله عليكم وعيد، نقول الحمد لله والشكر. اليوم راح أطبخ لكم طريقة طبخ الباكة لأول مرة أطبخها بجدر الضغط. أنا دائما أطبخها يعني بالجدر العادي، تاخذ تقريبا ساعتين ونص 3 على الأقل، تقريبا 3 ساعات يلا تستوي. لكن بجدر الضغط يمكن ساعة كاملة أخذ الوقت من عندها. وشي أكيد هاي وياها الطرشي، واللي حاب ياكل فلفل ثوم يعني مخلل أو بصل بعد حسب الرغبة. وهنا اليوم راح أراويكم الطريقة مالتها اللي هي سهلة وسريعة. وشي أكيد هي تجي من القصاب، يعني نظيفة ومغسولة ومقصصة أو مشلوطينها على النار، وهنا تخزرني بعينها تقول لي ايش راح تسوين بي اليوم. هنا بعد ما نظفتها حبايبي، هاي عندي طلعت المخ حبايبي. هنا اكو هاي زرتين تصير بداخل المخ، اللي هي هاي طبعا الزرد محرمة، لازم نتخلص من عدها يعني نذبها، لين اكل مالتها يكون حرام. هاي الزرد اللي بداخل المخ. والمخ هنا اني ما اخليه ويا الباكة واطبخه يعني سويه، لان يسوي وياها الزفرة مالت المخ، لكن اخليه بوحده، يعني اريد اقول حمسة او اشويه بوحده. بس هاي الزردة اللي بداخله نتخلص من عدها ونذبها، لان احنا يعني شايفين هواي انه او قارين عليها انه هاي الزردة اللي بداخل المخ تكون محرمة. وهسه حبايب بعد ما يعني انا غسيتها ونظفتها، شي اكيد يعني كم غسلة جوا البوري، نخليها بهذا جدر الضغط ونخليها على النار. طبعا اني هذا هسه المخ مالتها راح اخليه بغير وقت ان شاء الله اسوي، لين ما راح اخليه على الباكة. قلت لكم يسوي اياها زفر، واغلب البنات اكوهم يخلون المخ ويا الباكة، احنا هنا ابد ما يردون ياكلوا وياها. هسه هنا ضفت لها مي حار. هنا حبايبي اليوم انا مستعجلة عليها وضفت لها مي حار، مع ذلك هي بجدر الضغط هماتين ما تاخذ وقت. وهاي حبايب انا طبعا دائما طريقتي المعتادة عليها بهالشكل هذا اطبخها، يعني لا احمس جدر، لا انتظرها. اول ما اكملها واجهزها اخليها بالجدر، واخلي هاي البهارات عليها بالبداية، اللي هو هذا الفلفل الاسود حسب الرغبة الكمية، وهذا الكركم تقريبا خاشوقة اكل. وهنا عندي هاي عصرة ليمونتين، انا عاصرة ليمونتين هنا، طبعا تعطي نكهة للأكل هذه عصرة الليمون. هنا عندي حبتين من الفلفل هماتين يعطن نكهة للأكل، وحتى يعني حرورة أو حرارة بالأكل ما راح يصير، بس نكهة. هاي عندي هنا الكمون، هم تقريبا خاشوقة أكل الكمون. واللي حابي يضيف البصل يعني حسب الكمية المطلوبة. أنا هنا ما أثر البصل وأخليه، لأن هو راح نريد نقول تبقى فترة طويلة على النار، ما راح يعني يبقى من عند البصل، فبقيه صحاح يعني بكبر الحباية. هنا حبات الهيل، حبات القرنفل، هنا حسب الرغبة الكمية هماتين تخلونها. هنا أخلي النومي بس خليت أنا حباية وحدة، يعني ما لثقبتها ولا على مدة ذب المرورة أو الحب مالتها بداخلها يذب مرارة للمرق. وعندي هنا الخل التفاح، اللي هو قلت لكم ما نستغنى عن خل التفاح بكل أكلاتنا ندخله. راح أضيف تقريبا نص استكان على هذه الطبخة، لأن هو صحي ومفيد، وراح الدهون اللي بداخل الباكة اللي هي تنزل من الباكة راح
الدهون الثلاثية تتحول إلى دهون أحادية، يعني راح تكون نافعة مو ضارة للي ياكلها، خاصة أصحاب الضغط اللي يخافون من الباتشة أو اللي مرق العظم من الدهونات اللي بداخلها. وهنا أخليها هسه على النار مدة تقريبا ساعة كاملة، وأطبقها بالقبق مالت اللي هو مالت الجدر الضغط مدة ساعة كاملة. أجي ألقاها بهالطريقة هاي إنه مستوية ما شاء الله، شلون يعني انفصل اللحم عن العظم. والسوب اللي بداخلها يعني الكمية خلية الماي هو يعني لم يتبخر ولا قال ولا ناقص من عنده، إنه الكمية مالت المرق هي هماتين باقية على حجمها، لأن تعرفون هو جدر الضغط المي اللي يصعد وينزل نفس اللي البخار اللي بداخلها هو راح يستو اللحم. وهنا ما شاء الله بعد ساعة كاملة جهزت، وهذا شكلها، وما أوصف لكم الطعم مالتها. وشي أكيد راح نحضر وياها البصل، الفلفل، الثوم، يعني الطرشي حسب الموجود عندي بالبيت. طبعا هي ما يحلى إلا وياها هاي المقبلات اللي مالت الأكلات الدسمة. وإن شاء الله نقول سهمنا وسهمكم العافية يا رب. ولا تنسون حبايب والدتي بقراءة سورة الفاتحة. رب إن شاء الله يرحم ماتنا وماتكم، ويعيد هاي إن شاء الله السنة علينا وعليكم بالخير والبركة، ويجعلكم من عواده إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. ولا تنسون حبايبي باللايك والمشاهدة والاشتراك، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ومع ألف سلامة.